السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تانية إعدادي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر سعيد السيد ودي قناتكم ذاكر لي أونلاين. بما إن خلاص مفيش وقت على امتحان الدراسات الاجتماعية الترم التاني 2025، فإحنا قررنا نجمع لكم أهم 6 امتحانات أو نماذج متوقعة في فيديو واحد، والامتحانات دي فيها أسئلة في غاية الأهمية. هتدخل اللجنة بنسبة 99%، هتلاقي منها في الامتحان إن شاء الله. فحضر بقى كوباية الشاي الجميلة بتاعتك أو مشروبك اللي بتحبه وكمل معايا الفيديو ده للنهاية علشان ما ترجعش تندم وتقول يا ريتني شفت الفيديو ده قبل الامتحان. قبل ما نبدأ، لو شايف انك بتستفاد من المحتوى اللي بنقدمه ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. خلونا نبدأ على طول ونقول بسم الله. الامتحان رقم 1. أولا الجغرافيا، بيقولك أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب ما تشير إليه الأرقام. رقم 1 ده المحيط إيه يا شباب؟ ده طبعا المحيط الأطلنطي. طيب رقم 2 دي دولة إيه؟ سهلة جدا، دي دولة الجزائر، برافو عليكم. طيب رقم 3 ده البحر إيه؟ ده البحر المتوسط. طيب رقم 4 دائرة عرض، دي دائرة الاستواء. طيب دولة منتجة للنحاس، رقم 5 دي دولة إيه يا شباب؟ دي دولة عمان. قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده، حابب أفكركم يا شباب إننا عملنا فيديو مهم جدا عن إزاي تحل وتقفل سؤال الخريطة في الامتحان. هقول لكم إزاي تشوفوه وتجيبوه منين، لكن في نهاية الفيديو ده، فكملوا معايا للنهاية. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك بما تفسر للبترول أهمية كبيرة في الوطن العربي. ليه البترول ليه أهمية كبيرة في الوطن العربي؟ هقوله لأنه بيستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل والمواصلات، وكمان بتستخرج منه مشتقات متنوعة زي السولار والبنزين، وبتدخل بعض مشتقاته في كتير من المنتجات زي الكيماويات والألياف الصناعية، وكمان بيعتبر مصدر دخل رئيسي لكتير من الدول العربية خصوصا دول الخليج. طيب السؤال الثاني، تركز زراعة الأرز في مصر وخاصة في شمال الدلتا. ليه بتتركز زراعة الأرز في شمال الدلتا يا شباب؟ هقوله ده بسبب توافر ظروف زراعته، وهي ايه؟ درجة حرارة مرتفعة وتربة طينية ثقيلة ومياه ري وفيرة. طيب بيقولك أهمية الصناعة في الوطن العربي. ليه الصناعة مهمة في وطننا العربي؟ قالوا طبعا ده لأنها بتعمل على سد حاجات السكان من المواد المختلفة، وكمان بتعمل على زيادة قيمة المواد الخام من خلال طبعا التصنيع. رقم 3 بتوفر فرص عمل للشباب في المصانع المختلفة. وأخيرا بتعمل على زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائض للخارج. كل دي أسباب بتخلي الصناعة مهمة جدا في الوطن العربي. طيب قيام الزراعة في وطننا العربي. ليه الزراعة قامت أو بقت موجودة في الوطن العربي؟ ده سؤال مهم جدا. هقوله ده بسبب توافر عوامل قيام الزراعة اللي بتنقسم إلى نوعين، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية زي المياه العذبة والتربة الخصبة والمناخ المتنوع، والعوامل البشرية زي الأيدي العاملة المدربة ورأس المال والسوق. تقول لك تزايد إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي. ليه بدأ يزيد إنتاج وطننا العربي من الغاز الطبيعي؟ هقوله ده بسبب تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله. رقم 2 بسبب تزايد الطلب عليه، لما بدأ يزيد الطلب عليه بدأ يزيد الإنتاج. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. يعتبر محصول نقط من المحاصيل الصيفية التي تحتاج إلى مياه وفيرة وجو مشمس معظم أيام السنة. يا ترى القمح ولا القطن ولا قصب السكر ولا الأرز؟ طبعا مياه وفيرة وجو مشمس معظم أيام السنة، هقول له قصب السكر. طيب توجد جميع أنواع المصايد السمكية في دولة مين؟ موريتانيا ولا المغرب ولا ليبيا ولا مصر؟ هقوله طبعا جميع أنواع المصايد السمكية موجودة في مصر. لكن لو قالك أكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك هتقوله إيه؟ هقوله طبعا المغرب وبعدها مصر. طيب تتركز تربية الأغنام في دول المغرب والجزائر يا ترى في مصر ولا السودان ولا العراق ولا اليمن؟ الأغنام يا شباب في المغرب والجزائر والسودان، اللي جاب رقم 2. السؤال اللي بعد كده بيقولك من مصادر الطاقة غير المتجددة. يا ترى الفحم ولا الطاقة الكهرومائية ولا الطاقة الشمسية ولا طاقة الرياح؟ كل دي طاقة متجددة ما عدا الفحم، هو اللي من مصادر الطاقة غير متجددة، يبقى هختارها. طب من أمثلة السياحة العلمية والثقافية، يا ترى زيارة الأماكن التاريخية ولا الصحاري ولا الأماكن الدينية ولا الشواطئ؟ هقوله طبعا سياحة علمية وثقافية في دول هي زيارة الأماكن التاريخية، الإجابة رقم 1. طب بيقول لك صخور الفوسفات
تدخل في صناعة إيه؟ الأسمنت ولا الأسمدة ولا السيارات ولا مواد البناء؟ الفوسفات يا شباب بيدخل في صناعة إيه؟ إحنا عارفين الأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والطوب الحراري. هنا جايب لي الأسمدة رقم 2، يبقى هختارها. طيب مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده بتقول لك ما النتائج المترتبة على تذبذب كمية الأمطار في الوطن العربي من عام لآخر؟ لما كمية الأمطار بتقل وبتزيد أو متذبذبة في الوطن العربي من سنة للتانية، ده بيؤدي لإيه؟ ده بيؤدي إلى تذبذب الإنتاج الزراعي. طيب تشابه الإنتاج الصناعي والزراعي في الدول العربية ده بيؤدي إلى إيه؟ ده بيؤدي إلى ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، وبالتالي تزايد ارتباط الدول العربية بتجمعات اقتصادية أخرى غير عربية، وده أدى برضو لتأخر تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. طيب بيقولك تنوع مقومات الجذب السياحي في الوطن العربي، ما النتائج المترتبة على وجود مقومات جذب متنوعة للسياحة في الوطن العربي؟ ده أدى إلى تعدد أنواع السياحة في الوطن العربي، زي السياحة العلمية والثقافية والسياحة الترفيهية، وعندنا سياحة دينية وعلاجية ورياضية وغيرها من أنواع السياحة المتعددة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك جريان العديد من الأنهار بالوطن العربي، إيه اللي ترتب على وجود عديد من الأنهار في الوطن العربي؟ ده أدى إلى توافر التربة الخصبة على جانبي هذه الأنهار ومعرفة الإنسان للزراعة، مما أدى إلى استقراره وقيام أعرق الحضارات القديمة اعتمادا على الزراعة. مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده بتقول لك اكتب كلمة صواب أو خطأ مع تصويب الخطأ. تعد الأيدي العاملة من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، صح ولا غلط؟ هل الأيدي العاملة عوامل طبيعية؟ لا، خطأ، الأيدي العاملة دي من العوامل البشرية لقيام الصناعة. طيب أدت زيادة السكان بالوطن العربي إلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية؟ أيوة، صواب. طيب تربى الأغنام والماعز في شمال الوطن العربي حيث المراعي الحارة؟ طبعا خطأ، حيث المراعي المعتدلة. طيب يدخل المنجنيز في صناعة البطاريات؟ لا، خطأ، ده بيدخل في صناعة مواد الطلاء وكمان الصلب، أما اللي بيدخل في صناعة البطاريات هو الرصاص والزنك. طيب الأسماك والصمغ العربي من أهم الصادرات العربية؟ أيوة، صواب. طيب زيارة المسجد الأقصى من أنواع السياحة الترفيهية؟ لا، خطأ، ده من أنواع السياحة الدينية. بعد كده يا شباب معانا سؤال بيقول لك قارن بين كل من الحديد والنحاس من حيث أهم الصناعات اللي بيدخل فيها كل منهما وأهم الدول العربية المنتجة. طيب أهم الصناعات اللي الحديد بيدخل فيها هي إيه؟ هي حديد التسليح والسيارات والآلات. أما النحاس فبيدخل فيه صناعة أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون. أهم الدول المنتجة للحديد طبعا هي موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب. أما أهم الدول المنتجة للنحاس فهي المغرب وعمان والجزائر. آخر مجموعة أسئلة معانا النهاردة يا شباب في الجغرافيا قبل ما نتنقل على أسئلة التاريخ بتقول لك أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة مما يأتي. ماذا يحدث إذا زاد الإنتاج السمكي في الدول العربية؟ إيه اللي هيحصل لو زاد الإنتاج السمكي؟ ده هيؤدي إلى تعويض النقص في الإنتاج الزراعي والحيواني في الوطن العربي، وكمان هتزدهر مشروعات التصنيع المرتبطة بالأسماك زي صناعة وحفظ وتعليب الأسماك. طب ما العلاقة بين المستوى العلمي للعاملين والصناعة في الوطن العربي؟ المستوى العلمي للعامل في الصناعة والصناعة في الوطن العربي. هقوله إن انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية بيعتبر أحد المشكلات اللي بتواجه الصناعة في وطننا العربي. طب ما هي مقترحاتك لحل مشكلات الزراعة في الوطن العربي؟ إيه هي المقترحات يا شباب إن إحنا نحل مشاكل الزراعة؟ هقول له مثلا ممكن من خلال توفير المياه اللازمة للزراعة عن طريق الاهتمام بمشروعات الري، والمشروعات دي قلنا زي طبعا السدود والخزانات والتوسع في تحلية مياه البحر. رقم 2 استخدام طرق ري حديثة زي الري بالتنقيط والري بالرش. رقم 3 استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة ومنع البناء عليها. رقم 4 استصلاح الأراضي الصحراوية لزراعتها. رقم 5 مكافحة التصحر من خلال عمل مصدات للرياح وتنظيم عمليات الرعي الجائر. أخيرا رقم 6 استخدام أساليب تكنولوجية حديثة لزيادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. بعد كده معانا مجموعة أسئلة في التاريخ بتقولك اختر الإجابة الصحيحة.
ظهر القضاء في الدولة الإسلامية منذ عهد، هقوله طبعا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بنى أبو جعفر المنصور مدينة نقط واتخذها مركزا للخلافة. ها، بنى مدينة إيه يا شباب؟ أبو جعفر المنصور مدينة بغداد واتخذها عاصمة أو مركزا للخلافة. طيب أمر بتنقيط المصحف. مين اللي أمر بتنقيط المصحف يا شباب؟ ها، ده كان عبد الملك بن مروان، برافو عليكم. طيب نبغ الحسن بن الهيثم في علم ايه؟ الكيمياء ولا الطب ولا الفلك ولا الفيزياء؟ هقوله طبعا الحسن بن الهيثم في علم الفيزياء. طيب قام بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة، ده مين؟ ها، ده الظاهر بيبرس. طيب حكم الشعب لنفسه من خلال مجموعة مختارة من بين أفراده، ده بيعني إيه؟ الحرية ولا الديمقراطية ولا الديكتاتورية ولا البيروقراطية؟ هقوله ده بيعني الديمقراطية، لما الشعب بيحكم نفسه من خلال أفراد بيختاروهم، ده اسمه ديمقراطية. طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك دلل على صحة العبارات الآتية. اهتمام الدولة الإسلامية بالزراعة، إيه دليلك إن الدولة الإسلامية كانت مهتمة جدا بالزراعة؟ هقول له أيوة، حيث عملوا على شق الترع والقنوات وأقاموا الجسور، وكمان قاموا بإصلاح الأراضي الزراعية مما أدى إلى زيادة جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجها. طيب برع المسلمون في علم الصيدلة، إيه دليلك إن المسلمين برعوا في علم الصيدلة؟ هقول له حيث كان المسلمون أول من وضعوا كتب الأدوية وأسسوا مدرسة متخصصة في الصيدلة. طيب تسامح ورحمة صلاح الدين مع أهل بيت المقدس، إيه دليلك إن صلاح الدين كان متسامح ورحيم مع أهل بيت المقدس؟ هقول له أيوة طبعا، حيث عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وكمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده بتقول لك قارن بين كل من معركة حطين ومعركة عين جالوت من حيث الأسباب والنتائج، وده سؤال مهم جدا وفي معلومات بتيجي كتير في الامتحان. طيب أسباب معركة حطين هي إيه؟ كانت بسبب طبعا اعتراض أرناط حاكم الكرك لقوافل الحجاج المسلمين وقتل ما بها من حجاج والاستيلاء عليها. طيب نتائج بقى معركة حطين، قلنا 3 حاجات. رقم 1 انتصار المسلمين على الصليبيين. رقم 2 توجه صلاح الدين إلى بيت المقدس لتخليصه من الصليبيين. رقم 3 وقوع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر. وعرفنا أن صلاح الدين عفى عن ملك بيت المقدس لكنه قرر يقتل أرناط جزاء ليه على اللي عمله مع الحجاج. أما بقى أسباب موقعة أو معركة عين جالوت، فكانت الدفاع عن مصر ضد خطر المغول. نتائجها كانت إيه؟ انتصار المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة. رقم 2 حماية مصر والعالم الإسلامي من الخطر المغولي بفضل وحدة المسلمين وإيمانهم. قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب، حابب ألفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا. اليوتيوب بيقول لنا إن أكتر من 80% من اللي بيشوفوا محتوى القناة غير مشتركين للأسف. اشتراكك في القناة ده بيدعمنا ويشجعنا إننا نعمل لكم فيديوهات أكتر، فياريت لو شايف إنك بتستفاد من الفيديوهات اللي بنعملها تدعمنا باشتراكك في القناة. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك بما تفسر يعد عهد الوليد بن عبد الملك العصر الذهبي للدولة الأموية. اشمعنى يعني عصر الوليد بن عبد الملك هو العصر الذهبي؟ قالوا ده لأن الوليد اهتم بالعمران، فبنى المسجد الأموي بدمشق، وأعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة، ووسع الحرم المكي بمكة المكرمة، ومهد الطرق وحفر الآبار. وكمان اهتم بالفتوحات الإسلامية اللي وصلت لبلاد الأندلس غربا وإقليم السند شرقا. وأخيرا اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للناس كرعاية المرضى والمعاقين والفقراء. طيب تدهور أحوال مصر الاقتصادية في أواخر عصر المماليك، ليه بدأت تتدهور أحوال مصر الاقتصادية في أواخر عصر المماليك؟ هقوله ده بسبب اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، فتحولت إليه التجارة بين الشرق والغرب بدلا من المرور بمصر. طيب بيقول لك يعتبر العصر العباسي الأول هو عصر القوة والازدهار، ليه؟ هقوله ده لأن خلفاء هذا العصر حافظوا على وحدة دولتهم واستقلالها، وكمان قاموا بالعديد من الإصلاحات في كافة المجالات. طيب تعد المساواة من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، ليه بتعتبر المساواة من الدعائم التي يقوم عليها مجتمعنا الإسلامي؟ هقول له إيه؟ هقول له ده لأن الدين الإسلامي لم يعترف بالفروق بين البشر بسبب اللون أو الجنس أو الدين، فقد ساوى بين الناس جميعا أمام القانون والقضاء،
وساوى بين المسلم والذمي إلا في العقيدة والعبادة. بعد كده شباب معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك لمن تنسب الأعمال الآتية. عين لكل ولاية إسلامية قاضيا يحكم بين الناس بعد اتساع الدولة الإسلامية. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب. طيب استرد عكا وصور وصيدة من أيدي الصليبيين. ده مين يا شباب؟ ده الأشرف خليل بن قلاوون. طيب مكتشف الدورة الدموية؟ ده طبعا ابن النفيس. طب بقول لك أنشأ مدينة القاهرة والجامع الأزهر. ده طبعا جوهر الصقلي. طيب تولى راية الجهاد بعد أبيه وتصدى للحملة الصليبية الثانية. قلنا ده نور الدين محمود. طيب الخليفة الذي أدخل نظام الوراثة في الحكم. ده مين يا شباب؟ ده معاوية بن أبي سفيان. برافو عليكم. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك اكتب كلمة صواب أو خطأ مع تصويب الخطأ. تعتبر الدولة الطولونية من الدول المستقلة تماما عن الدولة العباسية، صح ولا غلط؟ هقول لا، خطأ. من الدول المستقلة شكلا هي الدولة الطولونية، أما الدولة الوحيدة اللي كانت مستقلة تماما فهي الدولة الفاطمية. طيب تعتبر المشاركة التطوعية إحدى قيم المواطنة الصالحة؟ هقول له أيوة، صواب. طيب تميز عهد الخليفة المأمون بتشجيع حركة الترجمة والقضاء على الفتن؟ طبعا صواب. طيب صنع المسلمون الأواني الفخارية من الرمال البيضاء؟ لا، خطأ. دي الصناعات الزجاجية هي اللي كانت من الرمال البيضاء. طيب جعل الصليبيون إمارة طرابلس مملكة صليبية لأهميتها الدينية؟ طبعا خطأ، هم جعلوا بيت المقدس هو المملكة الصليبية لأهميته الدينية. طيب اهتم الفاطميون بتدعيم الأسطول لحماية سواحل الخلافة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى الشام؟ هقول له أيوة، صواب. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك ما النتائج المترتبة على معركة الذاب عام 132 هجرية؟ إيه اللي ترتب على معركة الذاب يا شباب؟ هقول له ترتب عليها هزيمة الأمويين وقتل آخر خلفاء الأمويين مروان بن محمد في مصر، وكمان مبايعة عبد الله بن محمد بن علي اللي هو أبو العباس خليفة للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية. طيب أمانة وسماحة التجار المسلمين، إيه اللي ترتب على أمانة وسماحة التجار المسلمين؟ ترتب على ذلك ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية ودخول كثير من الناس في الإسلام. طيب السؤال بعد كده بيقول لك اتساع الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ده أدى لإيه؟ ده أدى إلى تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات، وكمان تعيين والي قاضي لكل ولاية، ونشأة الدواوين، وطبعا تطوير النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية، فتم إنشاء بيت مال المسلمين. آخر بقى مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة مما يأتي. ماذا كان يحدث إذا لم يعترض الصليبيون قوافل الحجاج المسلمين؟ هقول له لم تقم معركة حطين عام 583 هجرية، ولم يقتل أرناط على يد صلاح الدين الأيوبي. طب ما رأيك في تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان؟ هقول له إيه؟ هقول له مثلا ده كان قرار حكيم منه، حيث كان سببا في حقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم. وحقن دماء المسلمين يا شباب يعني ايه؟ يعني الحفاظ على دماء المسلمين من القتال مع بعض طبعا. طب اذكر اهم اعمال صلاح الدين الايوبي. هقوله رقم 1، صلاح الدين وحد البلاد الاسلامية تحت رايته، نشر الامن والامان في مصر والبلاد المجاورة ليها، وانشأ المساجد والمدارس لنشر تعليم الدين الإسلامي. وممكن أزود كمان وأقول له أحيا المذهب السني، واهتم بالعلم والعلماء وقربهم إليه، وجاهد ضد الخطر الصليبي. أول مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. رقم 1 ده مدار إيه يا شباب؟ سهلة جدا، ده مدار السرطان. طب رقم 2 ده نهر إيه؟ ده طبعا نهر النيل. طب رقم 3 بيقولك دولة منتجة للتمر، دي طبعا العراق. طب رقم 4 دولة منتجة للفحم، جاوبوا معايا يا شباب، دي دولة ايه؟ دي المغرب. طيب رقم 5 ده المحيط ايه؟ ده طبعا المحيط الهندي. بعد كده بقى معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك دلل جغرافيا على صحة كل عبارة مما يأتي. يوجد في مصر جميع أنواع المصايد السمكية، ايه دليلك على الكلام ده؟
هقول له أيوة، حيث يوجد بها المصايد البحرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكمان عندنا المصايد البحيرية المتمثلة في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون وبحيرة ناصر، وكمان في مصايد نهرية المتمثلة طبعا في نهر النيل، وأخيرا عندنا المزارع السمكية. طيب السؤال التاني، للزراعة أهمية كبيرة للوطن العربي، إيه دليلك إن الزراعة ليها أهمية كبيرة؟ هقوله طبعا حيث أنها توفر احتياجات سكان الوطن العربي من المواد الغذائية المختلفة، وكمان بتوفر فرص عمل لسكان الوطن العربي، فنلاقي بيعمل بها حوالي نصف سكان الوطن العربي، وكمان بتوفر المواد الخام بقى اللازمة للصناعة زي القطن وقصب السكر والفاكهة والخضروات، وأخيرا بتوفر رؤوس الأموال اللي بتستخدم في إنشاء العديد من المشروعات. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك دلل تتوافر في الوطن العربي كل مقومات التكامل الاقتصادي. ايه هي مقومات التكامل الاقتصادي يا شباب؟ قلنا المساحة الكبيرة والموقع المتميز وكمان المناخ المتنوع وامتلاك بقى الوطن العربي للأنشطة والموارد الاقتصادية. فعندنا دول غنية بالثروات الحيوانية والزراعية زي السودان والمغرب، وفي دول تانية غنية بالثروات المعدنية زي موريتانيا والمغرب ومصر، ونلاقي دول غنية بمصادر الطاقة زي دول الخليج وليبيا والعراق، وفي دول بقى عندها ثروات بشرية زي مصر وسوريا ولبنان. طيب السؤال اللي بعد كده بقى بيقول لك ما المقصود بكل من المحاصيل الصناعية والتجارية؟ دي تعرفها ايه يا شباب؟ هقوله ببساطة دي محاصيل بتدخل في الصناعة والتجارة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما هو تعريف او ما المقصود بالصادرات؟ هقوله الصادرات دي هي السلع والمنتجات والخدمات اللي بتبيعها الدول للدول الأخرى. طيب التكامل الاقتصادي، يعني ايه تكامل اقتصادي؟ هقول له هي تلك الإجراءات اللي بتتخذها بقى الدولة لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج بينها وبين الدول الأخرى. طيب رقم 4 الدخل القومي، يعني إيه دخل قومي يا شباب؟ هو مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال عام واحد. بعد كده بقى معانا مجموعة أسئلة تانية بتقول لك صوب ما تحته خط. تستأثر دولة سوريا بمعظم إنتاج الأرز في الوطن العربي؟ طبعا هي مصر اللي بتستأثر بمعظم إنتاج الأرز. طب المنجنيز من الصخور الاقتصادية التي تدخل في صناعة الأسمدة، هشيل المنجنيز وأحط إيه؟ هكتب طبعا الفوسفات. طيب معظم الصناعات العربية من الصناعات التحويلية؟ لا، ده معظم الصناعات العربية من نوع الصناعات الاستخراجية. طيب بيقول لك من مصادر الطاقة المتجددة البترول والفحم؟ لا، البترول والفحم دي من مصادر الطاقة غير المتجددة. طب زيارة مناطق العيون الكبريتية والرمال الساخنة من السياحة الترفيهية؟ لا، دي من السياحة العلاجية. بعد كده بقى شباب معانا مجموعة أسئلة تانية بتقول لك أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة مما يأتي. السؤال الأول، ما النتائج المترتبة على تشابه الإنتاج الزراعي والصناعي في الدول العربية؟ هقوله ده أدى لإيه؟ طبعا ده أدى إلى ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، وبالتالي تزايد بقى ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية أخرى غير عربية. كمان ده أدى إلى تأخير تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. طب السؤال الثاني، بما تفسر حدوث ظاهرة التصحر بالوطن العربي؟ ليه ظاهرة التصحر بتحصل في وطننا العربي؟ هقوله ده بسبب تفاوت كمية المطر، وكمان زحف الرمال والرعي الجائر وقطع الأشجار، وأخيرا الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. كل دي أسباب بتؤدي إلى حدوث ظاهرة التصحر. طيب ما هي مقترحاتك للتغلب على المشكلات التي تواجه الصناعة؟ إيه هي المقترحات دي يا شباب؟ ممكن أقول له مثلا الاهتمام بقى بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافة التخصصات، كمان تجنب التكرار أو التشابه بين المنتجات العربية، وحرية بقى تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وأخيرا التغلب بقى على المشكلات الفنية والإدارية اللي بتعوق التبادل التجاري. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما العلاقة بين كل من التقدم التكنولوجي وإنتاج الغاز الطبيعي بوطننا العربية؟ هل في علاقة ما بينهم؟ هقول له أيوة، تقدم تكنولوجيا نقل الغاز وتسييله أدت إلى زيادة إنتاجه في الوطن العربي.
قبل ما نتنقل على الجزء الخاص بالتاريخ يا شباب، حابب افكركم اننا عملنا فيديو كامل بمراجعة الجغرافيا في منتهى الاهمية، لازم تشوفوه. هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو ده وفي اول تعليق مثبت، تقدروا تشوفوه بعد ما نخلص الامتحان ده. اول بقى مجموعة اسئلة معانا في الجزء الخاص بالتاريخ بتقول لك اختر الاجابة الصحيحة. تم ضرب العملة الاسلامية في العصر ايه؟ طبعا في العصر الاموي، وتحديدا في عصر عبد الملك بن مروان. طب انتصر العباسيون على الأمويين في معركة إيه؟ الريدانية ولا الزاب ولا حطين ولا عين جالوت؟ طبعا في معركة الزاب. طب جاء الفاطميون إلى مصر قادمين منين؟ من العراق ولا سوريا ولا المغرب ولا فلسطين؟ طبعا جايين من المغرب. طب نجح عماد الدين زنكي في استرداد إمارة نقط من أيدي الصليبيين. عماد الدين زنكي يا شباب استرد إيه؟ استرد الرها، اللي جاب رقم 1. أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد هزيمة المماليك، يا ترى في معركة مرج دابق ولا حطين ولا الريدانية ولا عين جالوت؟ مصر أصبحت ولاية عثمانية بعد هزيمة المماليك في معركة الريدانية. عرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عصر مين؟ طبعا الوزارة عرفت كوظيفة رسمية في عصر العباسيين. بعد كده بقى شباب معانا مجموعة أسئلة تانية مهمة جدا بتقول لك بما تفسر، وركزوا معايا يا شباب. حظيت المرأة في الإسلام على مكانة عالية، ليه؟ هقوله لأن الإسلام أعطاها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح بقى من حقها إبداء الرأي والتعليم والعمل والتملك كمان. طيب السؤال التاني بيقول لك بما تفسر بناء جوهر الصقلي لمدينة القاهرة، ليه جوهر الصقلي بنى مدينة القاهرة؟ هقوله لكي تكون عاصمة جديدة لمصر وكمان مركزا للدولة الفاطمية. طب حدوث معركة حطين في عام 583 هجرية، ليه حدثت معركة حطين يا شباب؟ هقوله ده بسبب بقى اعتراض الأمراء الصليبيين وتحديدا أرناط لقوافل الحجاج المسلمين والاستيلاء عليها وقتل من بها. طب أهمية مبدأ الشورى في الإسلام، ليه مبدأ الشورى مهم؟ هقوله حيث أنه بقى يقوم على استشارة أهل العلم والصلاح والتقوى والأمانة في بعض الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي خاصة بالدولة، علشان بقى نتعرف على آرائهم في هذه الأمور قبل تنفيذها. عشان كده مبدأ الشورى مهم. بعد كده بقى معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ من أشهر علماء الفيزياء وأسس علم البصريات، ده مين يا شباب؟ ده الحسن بن الهيثم. طيب مكتشف الدورة الدموية، ده مين؟ ده ابن النفيس. طيب بنى المسجد الأموي ووسع الحرم المكي، ده الوليد ابن عبد الملك. طيب استنجد بالأمير نور الدين محمود في الصراع على الوزارة في مصر، ده طبعا شاور. طب بقول لك غزا بغداد وأسقط الخلافة العباسية في عام 656، ده طبعا هولاكو. طب اهتم بإقامة حضارات عمرانية لم تشهدها مصر في عهد أي سلطان من سلاطين المماليك، ده الناصر محمد ابن قلاوون. آخر بقى مجموعة أسئلة معانا النهاردة يا شباب بتقولك أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة مما يأتي. ما النتائج المترتبة على اتساع الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب؟ ده أدى لإيه؟ هقوله ده أدى إلى تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات وتعيين بقى والي وقاضي لكل ولاية، كمان أدى إلى نشأة الدواوين وتطوير بقى النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية، فنلاقي تم إنشاء بيت مال المسلمين. طيب السؤال الثاني، ماذا كان يحدث إذا لم يتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان؟ إيه اللي كان هيحصل؟ هقول لم يتم جمع كلمة المسلمين وحقن دمائهم، وكمان لم تقم الدولة الأموية. طيب ماذا كان يحدث إذا لم يتمسك التجار المسلمون بمبادئ الإسلام السامحة؟ إيه اللي كان هيحصل؟ هقول له لم تزدهر التجارة في الدولة الإسلامية، وكمان لم يدخل كثير من الناس في الإسلام على أيدي هؤلاء التجار. طيب بيقولك ما رأيك في موقف صلاح الدين من أهل بيت المقدس؟ إيه رأيك في الموقف ده؟ هقول له مثلا ما فعله صلاح الدين ده بيدل على حرصه على التسامح الديني، يعني كان موقف متسامح جدا منه، حيث عفى بقى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وكمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. طيب آخر بقى سؤال معانا النهاردة بيقول لك قامت الحضارة الإسلامية على مجموعة من الأسس، وضح 4 منها. هقوله رقم 1 ارتباطها بمبادئ الدين الإسلامي. رقم 2
محافظتها طبعا على اللغة العربية. رقم 3 اهتمامها بالعلم. رقم 4 استنادها إلى قواعد أخلاقية. وممكن أزود وأقول له كمان انفتاحها على الحضارات الأخرى. أول مجموعة أسئلة معانا بتقولك أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 دولة منتجة للأرز، دي دولة إيه يا شباب؟ دي طبعا دولة العراق، برافو عليكم. طب رقم 2 ده البحر إيه؟ سهلة جدا، ده البحر الأحمر. طيب رقم 3 ده المحيط إيه؟ ده طبعا المحيط الأطلنطي. طيب رقم 4 دولة منتجة للفوسفات، الدولة الموجودة هنا دي دولة إيه؟ دي طبعا دولة تونس. طيب دولة منتجة للحديد مشهورة جدا، دي دولة موريتانيا. أخيرا رقم 6 الدولة الموجودة هنا دي دولة إيه في قارة أفريقيا في الشمال تحديدا، دي دولة الجزائر، برافو عليكم. طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. يعد نقط من الصخور الاقتصادية ويدخل في صناعة الطوب الحراري، يا ترى الفوسفات ولا الكبريت ولا الحديد ولا النحاس؟ ده طبعا الفوسفات. طيب بيقولك تعد نقط أكبر الدول العربية إنتاجا للقمح. طبعا أكبر الدول العربية إنتاجا للقمح هي مصر، برافو عليكم. طيب السؤال الثالث بيقولك تعتمد الزراعة في اليمن على إيه؟ الأمطار ولا المياه الجوفية ولا البحيرات ولا الأنهار؟ طبعا الزراعة في اليمن بتعتمد على الأمطار، الإجابة رقم 1. طب بيقولك تدخل بعض المشتقات البترولية في صناعة إيه؟ يا ترى السيارات ولا البطاريات ولا الكيماويات ولا الحرير؟ طبعا في صناعة الكيماويات. طب زيارة مناطق العيون الكبريتية دي من السياحة الإيه؟ قالوا طبعا دي من السياحة العلاجية. طيب من العوامل البشرية اللازمة لقيام الصناعة، يا ترى مصادر الطاقة ولا المعادن ولا المحاصيل الزراعية ولا السوق؟ بيقول لك عوامل بشرية، قالوا طبعا السوق. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك بما تفسر للبترول أهمية كبيرة في الوطن العربي. ليه البترول ليه أهمية كبيرة في الوطن العربي يا شباب؟ هقوله طبعا لأنه بيستخدم في إدارة المصانع ووسائل النقل والمواصلات. رقم 2 بتستخرج منه مشتقات متنوعة زي السولار والبنزين. رقم 3 بتدخل بعض مشتقاته في كتير من المنتجات زي الكيماويات والألياف الصناعية. أخيرا رقم 4 بيعتبر مصدر دخل رئيسي لكتير من الدول العربية خصوصا دول الخليج. السؤال التاني بيقولك بما تفسر التوسع في النشاط الزراعي وزيادة إنتاجه في الوطن العربي. ليه حصل توسع في النشاط الزراعي وزيادة إنتاجه في الوطن العربي؟ هقوله ده بسبب زيادة الطلب على المنتجات الزراعية الناتج طبعا عن زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، علشان كده بدأوا يتوسعوا في النشاط الزراعي ويزودوا الإنتاج. طب اختلاف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. ليه مناطق توطن الزراعة مختلفة في الوطن العربي؟ هقوله طبعا ده بسبب تنوع مصادر المياه العذبة اللي بتعتمد عليها الزراعة في الوطن العربي. فهناك مناطق زراعة على المطر، ومناطق زراعة على الري من الأنهار، ومناطق أخرى بتعتمد على المياه الجوفية. طيب السؤال الرابع بيقولك بما تفسر حدوث التصحر في الوطن العربي. ليه بتحدث ظاهرة التصحر في الوطن العربي؟ هقوله ده بسبب إيه؟ بسبب طبعا تفاوت كميات المطر وزحف الرمال والرعي الجائر وقطع الأشجار والإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة؟ هقوله إيه؟ بيقولك تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة ده أدى إلى إنتاج محاصيل متنوعة، وكمان يمكن استثمار هذا التنوع في تحقيق التبادل والتكامل بين الدول العربية في المحاصيل الزراعية. طب السؤال التاني جريان العديد من الأنهار في الوطن العربي. إيه اللي ترتب على جريان أو وجود عديد من الأنهار في الوطن العربي؟ هل ده أدى إلى توافر التربة الخصبة على جانبي هذه الأنهار ومعرفة الإنسان للزراعة، مما أدى إلى استقراره وقيام أعرق الحضارات القديمة اعتمادا على الزراعة. طيب السؤال الثالث تنوع مقومات الجذب السياحي في الوطن العربي. إيه اللي ترتب على وجود تنوع في مقومات الجذب السياحي في وطننا العربي؟ طبعا ترتب على ذلك إن أنواع السياحة بقت متعددة في الوطن العربي، زي السياحة العلمية والثقافية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية والرياضية وكمان الدينية. طيب تشابه الإنتاج في الوطن العربي. اللي ترتب على تشابه الإنتاج في الوطن العربي؟ هل ده أدى إلى
ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، وبالتالي تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية أخرى غير عربية، وأخيرا تأخر تحقيق التكامل الاقتصادي لأن في بينهم تشابه، فهيحصل تكامل إزاي؟ طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. زيارة المسجد الأقصى من أنواع السياحة الثقافية، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط، زيارة المسجد الأقصى من أنواع السياحة الدينية. السؤال التاني بيقولك تستأثر دولة المغرب بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط، مصر هي اللي بتستأثر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز. طب من مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح، برافو عليكم. طب يدخل المنجنيز في صناعة القطارات، هل المنجنيز بيدخل في صناعة القطارات؟ طبعا غلط، المنجنيز بيدخل في صناعة مواد الطلاء وكمان الصلب. طب تعد لبنان من الدول العربية الغنية بالثروات البشرية، صح ولا غلط؟ هقوله طبعا صح، احنا عارفين يا شباب ان الدول الغنية بالثروات البشرية قلنا مصر وسوريا ولبنان. آخر سؤال معانا في أسئلة الجغرافيا قبل ما نتنقل على أسئلة التاريخ بيقولك ما هي مقترحاتك لحل مشكلات الصناعة والتجارة في الوطن العربي؟ هقوله طبعا من خلال الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافة التخصصات، وتجنب التكرار والتشابه بين المنتجات العربية، وحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وأخيرا التغلب على المشكلات الفنية والإدارية اللي بتعوق التبادل التجاري العربي. هنتنقل دلوقتي يا شباب للجزء الثاني من الامتحان وهو الخاص بأسئلة التاريخ، وركزوا معايا يا شباب في الجزء اللي جاي ده. أول مجموعة أسئلة بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. كان الدرهم الفارسي يصنع من إيه؟ الذهب ولا الفضة ولا النحاس ولا البرونز؟ الدرهم الفارسي كان يصنع من الفضة، أما الدينار البيزنطي فكان يصنع من الذهب. طيب قام الخليفة نقط بنقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق، مين اللي قام بنقل عاصمة الخلافة يا شباب من الكوفة إلى دمشق؟ ده طبعا كان معاوية بن أبي سفيان، وقلنا عمل كده ليه؟ لكي يكون بين مؤيديه. طب بيقول لك أحيا نقط الخلافة العباسية في القاهرة بعد تدمير المغول لبغداد، مين اللي أحيا الخلافة العباسية في القاهرة بعد تدمير المغول لبغداد؟ ده كان الظاهر بيبرس. طب كانت نقط أول عاصمة للخلافة العباسية، يا ترى دمشق ولا بغداد ولا الكوفة ولا الأنبار؟ أول عاصمة للخلافة العباسية يا شباب كانت الكوفة، برافو عليكم. أصبحت الحسبة وظيفة رسمية في عصر نقط ويعرف صاحبها بالمحتسب، يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا الدولة الأموية ولا الدولة العباسية؟ الحسبة أصبحت وظيفة رسمية في عصر الدولة العباسية. طب من مصروفات بيت المال، يا ترى الزكاة ولا الإنفاق على المؤسسات التعليمية ولا الجزية ولا الخراج؟ من مصروفات بيت المال طبعا الإنفاق على المؤسسات التعليمية. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك بما تفسر. يعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، ليه بيعتبر أبو جعفر المنصور هو مؤسس الدولة العباسية؟ هقوله ده لأنه قضى على الفتن والثورات ونشر الأمن والأمان في ربوع الدولة، وكمان راقب الولاة وحاسبهم، وبنى مدينة بغداد وجعلها مركزا للخلافة العباسية. طيب السؤال التاني، اهتمام عثمان بن عفان بإنشاء الأسطول، ليه عثمان بن عفان كان مهتم جدا إنه يبني أسطول للدولة الإسلامية؟ أقوله ده بهدف إيه؟ بهدف تأمين حدود الدولة الإسلامية على سواحل مصر وبلاد الشام من غارات الدولة البيزنطية. طيب السؤال الثالث بيقولك بما تفسر ظهور الدول المستقلة بمصر في العصر العباسي الثاني، ليه ظهرت الدول المستقلة في مصر تحديدا في العصر العباسي الثاني؟ هقوله ده بسبب موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد، وكمان بسبب ضعف الخلفاء العباسيين منذ بداية العصر العباسي الثاني. بس كده؟ لا، وكمان بسبب استعانة الخلفاء العباسيين ببعض العناصر غير العربية زي الفرس والأتراك، كل دي أسباب أدت لظهور الدول المستقلة في مصر. طيب بيقولك ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية، ليه ازدهرت وانتعشت التجارة في الدولة الإسلامية؟ هقوله طبعا ده بسبب تقدم الزراعة والصناعة وإنشاء الأسواق والخانات وإنشاء الأساطيل البحرية والتجارية
وإصلاح الطرق التجارية، وأخيرا بسبب تمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك نضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. بنى جوهر الصقلي مدينة القاهرة لتكون مركزا للدولة الفاطمية بمصر، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح، جوهر الصقلي هو اللي بنى مدينة القاهرة، وقلنا كمان هو اللي بنى الجامع الأزهر. طيب السؤال التاني بيقولك شيدت مدينة القيروان في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، الكلام ده صح ولا غلط؟ هل مدينة القيروان شيدت في عهد الوليد بن عبد الملك؟ طبعا غلط، دي شيدت في عهد معاوية بن أبي سفيان. طيب أدخل نظام التجنيد الإجباري في عصر الخلفاء الراشدين، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط، ده بقى إجباري في عهد الأمويين والعباسيين. بيقولك أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي، صح ولا غلط؟ سؤال سهل جدا، طبعا الإجابة صح. السؤال اللي بعد كده بيقولك الدولة الطولونية من الدول المستقلة تماما عن الدولة العباسية، صح ولا غلط؟ طبعا غلط، دي من الدول المستقلة شكلا وليس مستقلة تماما. الدولة الوحيدة اللي كانت مستقلة تماما يا شباب هي الدولة الفاطمية. بيقولك نجح هولاكو في إسقاط الخلافة العباسية ببغداد عام 656 هجرية وقتل الخليفة المستعصم، الكلام ده صح ولا غلط؟ هقوله طبعا صح. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية: تعدد مصروفات بيت المال، إيه دليلك إن مصروفات بيت المال كانت متعددة؟ هقوله أيوة طبعا، حيث كان هناك أنواع كثيرة من المصروفات زي على اللي كانت موجودة على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان رواتب العاملين بالدولة والجيش والأسطول، وإنشاء المؤسسات التعليمية والصحية، تعليمية زي المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس، وصحية زي المستشفيات، وأخيرا كانت بتصرف برضو على إنشاء المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية. طيب اتبع هولاكو سياسة تتنافى مع الإنسانية عند دخوله لبغداد، ايه دليلك ان هولاكو كان متبع سياسة بتتنافى وبتعترض تماما مع الإنسانية عند دخوله لبغداد؟ هقوله ايوه طبعا، حيث انه عندما دخل الى بغداد قام بتخريب البلاد وقتل الآلاف من الرجال والنساء وسلب الأموال، كما هدم المساجد وقتل العلماء وحرق الكتب وألقى ما تبقى منها في نهر دجلة، ودي السياسة طبعا بتتنافى مع الإنسانية. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك كان لمصر مكانة علمية وثقافية متميزة في عصر المماليك، ايه دليلك على الكلام ده؟ هقول له ايوه، حيث اهتم المماليك بالعلم والعلماء، وكان العلماء في عهدهم مكانة كبيرة جدا في الدولة، وأنشأ المماليك المدارس زي المدرسة الناصرية اللي بناها الناصر محمد بن قلاوون، وأنشأوا كمان المساجد زي مسجد الظاهر بيبرس، واهتموا جدا بالطب، وأنشأوا العديد من المستشفيات اللي كان اسمها في عصر المماليك البيمارستان، زي كده البيمارستان اللي بناه السلطان قلاوون المنصوري. طب بيقولك اتبع صلاح الدين الأيوبي سياسة تدل على التسامح الديني، ايه دليلك على الكلام ده؟ هقول له ايوه، حيث عفى عن أهل بيت المقدس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وكمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. بعد كده شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك ما العلاقة بين كل من البرتغال والتدهور الاقتصادي لدولة المماليك؟ ايه علاقة البرتغال بالتدهور الاقتصادي اللي حصل لدولة المماليك؟ هقول له ان اكتشاف البرتغاليون لطريق رأس الرجاء الصالح اللي تحولت اليه التجارة بين الشرق والغرب بدلا من مصر ادى الى تدهور احوال دولة المماليك الاقتصادية. طب بيقول لك ايه العلاقة بين الاسلام والمرأة؟ هقول له طبعا ان المرأة حظيت بمكانة عالية جدا في المجتمع الاسلامي، حيث اعطاها الاسلام حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فأصبح من حقها إبداء الرأي والتعليم والعمل والتملك. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقول لك ما النتائج المترتبة على معركة الذاب عام 132 هجرية؟ إيه اللي ترتب على معركة الذاب يا شباب؟ هقوله طبعا هزيمة الأمويين وقتل آخر خلفاء الأمويين اللي كان اسمه مروان بن محمد في مصر، ومبايعة بقى عبد الله بن محمد بن علي الشهير بأبو العباس خليفة للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية. طيب مجيء الحملة الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي، إيه اللي ترتب على مجيء الحملة الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي يا شباب؟ سؤال مهم جدا. هل ده أدى إلى
نجاحهم في إقامة مملكة وثلاث إمارات صليبية في الشرق، وهم إمارة بيت المقدس اللي جعلوها مملكة طبعا لأهميتها الدينية، وإمارة الروها بشمال العراق، وإمارة أنطاكيا بشمال الشام، وإمارة طرابلس على شاطئ البحر المتوسط. طب بيقول لك ما النتائج المترتبة على عقد صلح الرملة بين صلاح الدين وملك إنجلترا؟ هقوله 3 حاجات. رقم 1 بقاء بيت المقدس في أيدي المسلمين. رقم 2 بقاء بعض المدن الساحلية على البحر المتوسط في يد الصليبيين. رقم 3 السماح للمسيحيين اللي موجودين في أوروبا بالحج إلى بيت المقدس. آخر مجموعة أسئلة معانا النهاردة شباب بتقول لك قارن بين كل من حقوق وواجبات الخليفة. هقول له إيه؟ هقول له بالنسبة لحقوق الخليفة فهي السمع والطاعة وتقديم النصيحة ليه وتوفير المعيشة الكريمة ليه. أما واجباته بقى فهي إقامة العدل والحفاظ على الأمن والنظام والدفاع عن الدولة والدين، وكمان المحافظة على موارد الدولة، وأخيرا تعيين الولاة والموظفين المشهود ليهم بالصلاح والتقوى. طب بيقولك قارن بين الخراج والعشور. هقول له الخراج ده بيعتبر إيه؟ من إيرادات بيت مال المسلمين، وهو عبارة عن ضريبة بتفرض على كل ما تنتجه الأرض الزراعية في البلاد اللي فتحها المسلمين أو أخذوها صلحا، وتقدر طبعا قيمتها على حسب جودة الأرض الزراعية. أما العشور فهي برضو من إيرادات بيت المال، وهي ضريبة كانت بتؤخذ على بضائع التجار غير المسلمين نظير أو مقابل مرور تجارتهم داخل حدود الدولة الإسلامية. أولا الجغرافيا، بيقولك أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام المدونة عليها. رقم 1 ده البحر يا شباب، ده طبعا البحر المتوسط. طيب رقم 2 ده المحيط إيه؟ ده المحيط الهندي، برافو عليكم. طيب رقم 3 بيقولك دولة غنية بالثروات المعدنية، دي دولة إيه؟ دي طبعا دولة موريتانيا. طيب أولى الدول العربية إنتاجا للموالح، دي طبعا دولة فلسطين. طيب الدولة الأولى في إنتاج التمر، دي دولة إيه شباب؟ رقم 5 دي دولة العراق. طيب أولى الدول العربية إنتاجا للبترول، سهلة جدا، دي دولة السعودية. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك ما المقصود بكل من الدخل القومي؟ يعني إيه الدخل القومي؟ هقول له هو مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال عام واحد. طيب التكامل الاقتصادي العربي، يعني إيه التكامل الاقتصادي العربي؟ هقول له هو قيام كل دولة باستكمال ما ينقصها من موارد اقتصادية أو قوة بشرية من الدول العربية الأخرى. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك حبوب غذائية، يعني إيه حبوب غذائية؟ ببساطة هقول له هي محاصيل يعتمد عليها الإنسان في غذائه. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول من الصادرات العربية يا ترى الأسمنت ولا السيارات ولا القمح ولا الإلكترونيات؟ طبعا من الصادرات العربية في دول الأسمنت، الإجابة رقم 1. طيب السؤال التاني بيقول لك تتركز زراعة الأرز في مصر فين؟ يا ترى في شمال سيناء ولا شمال الدلتا ولا إقليم مريوط ولا جنوب الوادي؟ طبعا زراعة الأرز يا شباب بتركز في مصر تحديدا في شمال الدلتا. طب يتذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي لاعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي على إيه؟ معظم الزراعة في الوطن العربي بتعتمد على مياه الأمطار، الإجابة رقم 1. طيب بيقول لك من أمثلة السياحة العلمية والثقافية زيارة إيه؟ الأماكن التاريخية ولا الصحاري ولا الأماكن الدينية ولا الشواطئ؟ سياحة علمية وثقافية في دول هي زيارة الأماكن التاريخية، الإجابة رقم 1. طب يقوم التكامل الاقتصادي العربي على أساس إيه؟ طبعا التكامل الاقتصادي ده بيقوم على أساس التنوع. طب بيقول لك صنف كل مما يأتي حسب مصدر المياه التي تعتمد عليه الزراعة بها. معانا بعض المناطق وعايزين نعرف المناطق دي بتعتمد على إيه في الزراعة. دلتا النيل بمصر بتعتمد على إيه؟ بتعتمد طبعا على الأنهار اللي هو نهر النيل. طيب واحد سيوة المياه بتاعته بتعتمد على إيه؟ على مياه جوفية. طيب سواحل بلاد المغرب الزراعة فيها بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الأمطار. طيب اليمن برضو الزراعة فيها بتعتمد على الأمطار. بعد كده شباب معانا مجموعة أسئلة بتقول لك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ، يعني لو في سؤال غلط هنقول له الصح إيه. تعد الأيدي العاملة من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، هل الأيدي العاملة من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة؟ هقول له غلط، الأيدي العاملة دي عوامل بشرية وليست عوامل
طبيعية. السؤال الثاني بيقول لك تستأثر دول المغرب العربي بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز، الكلام ده صح ولا غلط؟ هل دول المغرب العربي هي اللي فيها معظم إنتاج الوطن العربي من الأرز؟ لا غلط، أمال مين؟ هقول له مصر هي اللي بتستأثر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز. طيب معظم أراضي الوطن العربي الصالحة للزراعة غير مستغلة في الزراعة، الكلام ده صح ولا غلط؟ هقول له طبعا صح جدا. السؤال الرابع بيقول لك تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة المتجددة، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة المتجددة. طيب تواجه الصناعات العربية عدة مشكلات، منها التركيز على الصناعات التحويلية. هل الصناعات العربية بتركز على الصناعات التحويلية؟ لا غلط، امال بتركز على الصناعات ايه؟ الاستخراجية، برافو عليكم. بعد كده معانا سؤال بيقول لك حدد نوع السياحة عند زيارة الأماكن الآتية. المسجد الحرام بالسعودية دي سياحة إيه؟ المسجد الحرام طبعا سياحة دينية. طيب حضور بطولة الأمم الأفريقية في كرة القدم دي بتعتبر سياحة إيه؟ طبعا بتعتبر سياحة رياضية. طيب بيقول لك حضور المؤتمرات والمعارض ده بيعتبر سياحة إيه؟ ده بيعتبر سياحة علمية وثقافية. بعد كده معانا عبارة بتقول لك لقد وهب الله وطننا العربي موارد وإمكانيات متنوعة. في ضوء هذه العبارة وضح ما يأتي. أهمية الغاز الطبيعي، إيه هي أهمية الغاز الطبيعي يا شباب؟ هقوله 3 حاجات. أول حاجة إنه رخيص الثمن مقارنة بالبترول. رقم 2 بترجع أهميته لأنه أقل تلويثا للبيئة. 3 حاجة سهل النقل. طيب السؤال الثاني بيقول لك جهود الدول العربية لحل مشكلات الصناعة والتجارة، ايه هي جهود الدول العربية لحل مشكلات الصناعة والتجارة يا شباب؟ هقول له بتقوم الدول العربية بالاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافة التخصصات، وكمان من خلال تجنب التكرار والتشابه بين المنتجات العربية، وحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وأخيرا التغلب على المشكلات الفنية والإدارية اللي بتعوق التبادل التجاري العربي. طيب السؤال الثالث بيقول لك وضح الإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. إيه هي الإجراءات دي اللي لازم الدول العربية تتبعها عشان تحقق التكامل الاقتصادي ما بينها؟ أول حاجة لازم تعملها هي تحديد وتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي. تاني حاجة تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة المشروعات الزراعية والصناعية المشتركة. بعد كده تطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية زي نظم المعلومات وخدمات النقل والتخزين في الموانئ العربية. هنتنقل دلوقتي يا شباب لأسئلة التاريخ. أول مجموعة أسئلة معانا بتقول لك اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول عرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عصر مين؟ يا ترى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا الأمويين ولا العباسيين؟ طبعا الوزارة عرفت كوظيفة رسمية في عصر العباسيين، الإجابة رقم 4. طب نشأت الدولة الفاطمية فين؟ في الأندلس ولا بلاد المغرب ولا العراق ولا في مصر؟ طبعا الدولة الفاطمية يا شباب نشأت في بلاد المغرب. طب بيقول لك اتخذت الدولة العباسية في أول الأمر من مدينة نقط عاصمة لها، يا ترى بغداد ولا دمشق ولا الكوفة ولا الأنبار؟ طبعا اتخذت الكوفة، بعد كده نقلها أبو العباس إلى مدينة الأنبار. السؤال اللي بعد كده بيقول لك استطاع عماد الدين زنكي أن يسترد إمارة نقط من الصليبيين. عماد الدين زنكي يا شباب استرد إمارة الرها، الإجابة رقم 3. طيب تم بناء مدينة القاهرة في عصر مين؟ سؤال سهل جدا، مدينة القاهرة تم بنائها في عصر الفاطميين. بعد كده معانا سؤال بيقول لك ما النتائج المترتبة على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يحدد من يخلفه؟ إيه اللي ترتب على وفاة الرسول دون أن يحدد من يخلفه؟ واللي ترتب على ذلك إن الأمر أصبح شورى بين المسلمين ليختاروا من يتولى أمورهم من بعده، فنشأت حاجة اسمها الخلافة. طيب إيه النتائج المترتبة على استخدام الخليفة عمر بن عبد العزيز القدوة الحسنة في نشر الإسلام؟ ده أدى لإيه؟ ده أدى إلى دخول الناس في دين الله أفواجا. طيب السؤال الثالث بيقول لك عقد صلح الرملة بين صلاح الدين وملك إنجلترا. إيه النتائج اللي ترتبت على الصلح ده؟ هقوله 3 حاجات. رقم 1 بقاء بيت المقدس في أيدي المسلمين. رقم 2 بقاء بعض المدن الساحلية على البحر المتوسط في يد الصليبيين. رقم 3 السماح للمسيحيين اللي موجودين في أوروبا بالحج إلى بيت المقدس. طيب السؤال الرابع بيقول لك مجيء الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق.
اللي ترتب على مجيء الحملة الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي؟ هقوله ده أدى إلى نجاحهم في إقامة مملكة وثلاث إمارات صليبية في الشرق. إيه هما؟ أول حاجة إمارة بيت المقدس اللي جعلوها مملكة لأهميتها الدينية طبعا، وإمارة الروها في شمال العراق، وإمارة أنطاكيا بشمال الشام، وأخيرا إمارة طرابلس في شاطئ البحر المتوسط. بعد كده معانا سؤال بيقول لك دلل تاريخيا على صحة العبارات التاريخية الآتية. اهتم الإسلام منذ اللحظة الأولى بالعلم. سؤال مهم جدا. إيه دليلك إن الإسلام اهتم بالعلم منذ اللحظة الأولى؟ هقول له أيوة طبعا، حيث كانت أول كلمة في القرآن هي اقرأ، مما يدل على أن الإسلام دعا إلى البحث والدراسة والمعرفة والتأمل في خلق الله وكل علوم الدينية والكونية. طيب السؤال الثاني بيقول لك إيه دليلك على تسامح ورحمة صلاح الدين مع أهل بيت المقدس؟ هقول له إيه؟ هقول له طبعا حيث عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وكمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. طيب السؤال الثالث بيقول لك لم تكن الحضارة الإسلامية منغلقة على نفسها. إيه دليلك على أن الحضارة الإسلامية لم تكن منغلقة على نفسها؟ هقول له أيوة طبعا، حيث انفتحت على الحضارات الأخرى زي الحضارة الفارسية واليونانية والهندية وكمان الرومانية، وأخذت منهم الفلك والرياضيات والأدب والكيمياء والطب، وكمان أضافت إليهم وطورتهم وخرجت بقى العلوم دي للعالم في صورة إبداعية، وأصبحت نواة لبناء الحضارة الأوروبية الحديثة. طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة مهمة جدا بتقولك بما تفسر سقوط الدولة العباسية. ليه يا شباب سقطت الدولة العباسية؟ هقوله ده بسبب سيطرة العناصر غير العربية زي الفرس والأتراك على نظم الجيش والإدارة بالدولة، وده طبعا بسبب كثرة استعانة الخلفاء بهم. تاني حاجة زيادة الأطماع في الدولة العباسية لاتساع رقعتها. رقم 3 الصراع اللي كان موجود بين أبناء البيت العباسي على الحكم وتولية العهد لأكثر من واحد. رابع حاجة تولي الحكم خلفاء ضعاف في العصر العباسي الثاني. كل ده أدى إلى سقوط الدولة العباسية على يد المغول والقضاء عليها. طيب السؤال الثاني بيقول لك عزل سيف الدين قطز للمنصور علي. ليه قرر سيف الدين قطز إنه يعزل المنصور علي؟ هقوله ده بسبب حاجة البلاد إلى حاكم قوي يتصدى للغزو المغولي على مصر والعالم الإسلامي. طب بيقول لك إقبال الناس على تعلم اللغة العربية. بما تفسر ليه الناس بتقبل على تعلم اللغة العربية؟ هقوله ده لأنها لغة القرآن الكريم، وكمان هي أداة لتحصيل العلوم المختلفة، وذلك بعد أن ترجمت إليها كتب الحضارات القديمة، عشان كده الناس بتقبل على تعلمها. طيب انتشار الإسلام على يد التجار المسلمين. بما تفسر ليه انتشر الإسلام أو كان بينتشر على يد التجار المسلمين؟ هو ده طبعا بسبب تمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء، كما عرف عنهم طبعا الصدق والأمانة. بعد كده بيقول لك قام عمر بن الخطاب بتنظيم الاقتصاد الإسلامي فأنشأ بيت مال المسلمين. في ضوء هذه العبارة وضح ما يأتي. أهم الدواوين التي أنشأت في عهد عمر بن الخطاب. هي أهم الدواوين اللي أنشأت في عهد عمر بن الخطاب يا شباب؟ هقوله ديوان الجند وديوان بيت المال. طيب السؤال التاني بيقول لك إيه العلاقة بين بيت المال ونشر العلم في الدولة الإسلامية؟ هقوله طبعا إن كانت بعض إيرادات بيت المال بتنفق للصرف على إنشاء المؤسسات التعليمية زي المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس. طيب السؤال الثالث بيقول لك وضح مكانة المرأة في الإسلام. كانت عاملة ازاي يا شباب؟ هقوله الإسلام أعطاها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من حقها إبداء الرأي والتعلم والعمل والتملك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك قارن بين كل من معركة حطين ومعركة عين جالوت من حيث الأسباب والنتائج. سؤال مهم جدا. طيب هقول له أسباب معركة حطين كانت إيه؟ اعتراض أرناط حاكم الكرك لقوافل الحجاج المسلمين وقتل ما بها من حجاج والاستيلاء عليها. أما نتائجها قلنا 3 حاجات. رقم 1 انتصار المسلمين على الصليبيين. رقم 2 توجه صلاح الدين إلى بيت المقدس لتخليصه من الصليبيين. رقم 3 وقوع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر.
وعرفنا ان صلاح الدين بعد كده عفى عن ملك بيت المقدس لكنه طبعا قرر يقتل أرناط جزاء ليه على اللي عمله مع الحجاج. اما بقى اسباب موقعة عين جالوت كانت الدفاع عن مصر ضد خطر المغول. اما نتائجها فكانت انتصار طبعا المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة. رقم 2 حماية مصر والعالم الإسلامي من الخطر المغولي بفضل إيه؟ بفضل وحدة المسلمين وإيمانهم. أول مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب ما تشير إليه الأرقام. الدولة الأولى في إنتاج التمر دي دولة إيه؟ طبعا رقم 1 دولة العراق، برافو عليكم. طب يمثل الرقم 2 أكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك؟ سؤال مشهور جدا وبيتكرر كتير، طبعا دولة المغرب، برافو عليكم. طيب رقم 3 عندنا هنا ده المحيط إيه؟ ده طبعا المحيط الهندي. طيب يمثل الرقم 4 منطقة زراعة على إيه؟ طبعا منطقة الزراعة اللي موجودة هنا بتبقى على الأمطار، ودي منطقة بالمناسبة جنوب موريتانيا. طيب بيقول لك يشير الرقم 5 إلى أولى الدول المنتجة للموالح. طبعا أولى الدول المنتجة للموالح هي دولة فلسطين. بعد كده معانا سؤال بيقول لك اكتب المفهوم الجغرافي الدال على كل عبارة مما يأتي. قيام كل دولة باستكمال ما ينقصها من مواد اقتصادية أو قوى بشرية من الدول العربية الأخرى، ده بنسميه إيه؟ ده بنسميه التكامل الاقتصادي العربي. طيب السؤال التاني بيقول لك سياحة تقوم على زيارة الأماكن المقدسة، دي اسمها سياحة إيه؟ دي السياحة الدينية، برافو عليكم. طب رقم 3 مصدر للطاقة استخدمته الدول العربية كوسيلة للضغط على الدول الكبرى في حرب 73، ده مصدر اسمه إيه؟ ده طبعا البترول. طيب بعد كده بيقول لك حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان وتربى بها حيوانات مختلفة حسب غنى هذه المراعي، دي طبعا المراعي الطبيعية. بعد كده يا شباب معانا أسئلة بتقول لك اختر الإجابة الصحيحة. تتركز زراعة الأرز في مصر فين؟ في شمال سيناء ولا شمال الدلتا ولا إقليم مريوط ولا جنوب الوادي؟ هقول له طبعا في شمال الدلتا. طيب تعد نقط أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي؟ طبعا سؤال سهل جدا، هي الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. طيب تعتبر موريتانيا أولى الدول العربية إنتاجا لخام إيه؟ سؤال مهم جدا، موريتانيا الأولى في إنتاج الحديد، الإجابة رقم 3. طب يوجد خام نقط منفردا أو مختلطا بالغاز الطبيعي أو الحديد؟ ده طبعا خام الكبريت، الإجابة رقم 4. طيب من العوامل البشرية اللازمة لقيام الصناعة في الوطن العربي مصادر الطاقة ولا المعادن ولا السوق ولا المواد الخام؟ من العوامل البشرية اللي قدامنا دول طبعا السوق. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك بما تفسر للثروة الحيوانية أهمية كبيرة في الوطن العربي. هقوله ليه؟ الثروة الحيوانية ليها أهمية كبيرة لأنها مصدر لغذاء الإنسان حيث تمد باللحوم الحمراء والألبان، وكمان بتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة زي الجلود اللي بتصنع منها الملابس والأحذية، وكمان الألبان اللي بنصنع منها الجبن والزبد. وطبعا بتستخدم بعض الحيوانات في النقل وأعمال الحقل. شايفك اللي عمال تحل وما عملتش لايك للفيديو، انزل دلوقتي ادعمنا بلايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك بما تفسر للسياحة أهمية كبيرة في وطننا العربي. هقول له طبعا السياحة مهمة جدا لأنها بتعمل على 4 حاجات. أولها إن السياحة بتزود الدخل القومي، وكمان بتوفر الأموال اللازمة للمشاريع الصحية والتعليمية وكمان الخدمية. بس كده لا، وبتوفر فرص عمل للشباب العربي سواء من خلال العمل في قطاع السياحة مباشرة أو القطاعات المتصلة بيها. رقم 4 بتحقق السياحة التقارب والتفاهم بين الشعوب. طيب السؤال الثالث بيقول لك بما تفسر تعتبر الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي ليه؟ هقول له ببساطة بسبب فقر المراعي في وطننا العربي. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. تعتبر مصر أولى الدول العربية في إنتاج قصب السكر، صح ولا غلط؟ هقول له طبعا صح جدا. طيب ساهم ارتفاع مستوى المعيشة في زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الوطن العربي، صح ولا غلط؟ سؤال سهل جدا، هقوله طبعا صح.
طيب تعتبر سوريا والعراق من أهم دول الوطن العربي المربية للجاموس؟ نركز، بيقول لك سوريا والعراق، هقول له لا غلط. أمال مين؟ مصر والعراق، لأن عندهم نهر النيل اللي بيربى عليه الجاموس. طب بيقول لك زيارة المسجد الأقصى من أنواع السياحة الثقافية، صح ولا غلط؟ هقول له غلط، زيارة المسجد الأقصى من أنواع السياحة الدينية. طب معظم الصناعات العربية من نوع الصناعات التحويلية، صح ولا غلط؟ هل الصناعات اللي موجودة في الوطن العربي معظمها صناعات تحويلية؟ لا غلط. أمال صناعات إيه؟ صناعات استخراجية. بفكركم يا شباب انكم تكملوا معايا الفيديو للنهاية، علشان في نهاية الفيديو هنقول على الخلاصة ان شاء الله بخصوص مادة الدراسات الاجتماعية واللي هتخليكم تقفلوا الامتحان. بعد كده معانا سؤال بيقول لك ما هي مقترحاتك لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي؟ هقوله المقترحات دي بتتمثل في ايه؟ اول حاجة ممكن نعملها تدريب الصيادين على استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في الصيد وتوعيتهم بمواعيد الصيد المناسبة. ممكن كمان نحسن أحوال الصيادين ونرفع مستوى معيشتهم، وكمان من خلال حماية المياه من التلوث اللي بيؤدي إلى قتل الأسماك. وطبعا الاهتمام ببناء الأساطيل المجهزة لحفظ ونقل الأسماك، وأخيرا التوسع في إنشاء المزارع السمكية. كل دي مقترحات لتنمية الثروة السمكية. آخر سؤال معانا في الجغرافيا قبل ما نتنقل على الجزء الخاص بالتاريخ، بيقول لك قارن بين كل من القمح والقطن من حيث موسم الزراعة وأهم الدول العربية المنتجة. طيب هقول له موسم زراعة القمح هو فصل الشتاء، أما موسم زراعة القطن فهو فصل الصيف. طب أهم الدول العربية اللي بتنتج القمح بالترتيب كده مصر والمغرب وسوريا، أما أهم الدول العربية المنتجة للقطن فهي مصر والمغرب وسوريا والسودان. طيب هنتنقل دلوقتي بقى يا شباب لأسئلة التاريخ، وركزوا معايا قوي في أسئلة التاريخ. أول مجموعة أسئلة معانا بتقول لك اختر الإجابة الصحيحة. ضريبة كانت تفرض على ما تنتجه الأرض الزراعية، الضريبة دي كنا بنسميها إيه؟ بنسميها طبعا الإخراج. طيب تولى نقط راية الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين بعد مقتل عماد الدين زنكي. مين اللي تولى راية الجهاد بعد مقتل عماد الدين زنكي؟ كان اسمه نور الدين محمود، الإجابة رقم 2. طيب تم بناء مدينة القاهرة في عصر مين؟ المماليك ولا الأيوبيين ولا الطولونيين ولا الفاطميين؟ طبعا اللي بنى القاهرة هم الفاطميين. السؤال اللي بعد كده بيقول لك نظمت الشرطة في عهد الخليفة مين؟ طبعا اللي نظم الشرطة هو الخليفة علي بن أبي طالب. عرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عصر مين؟ سؤال مهم جدا وبيتكرر في الامتحانات كتير قوي. الوزارة عرفت كوظيفة رسمية في عصر العباسيين. طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك بما تفسر يعد أبو جعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. ليه؟ بنعتبر أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية لأنه استطاع القضاء على الفتن والثورات ونشر الأمن والأمان في ربوع الدولة، وكمان راقب الولاة وحاسبهم، وبنى مدينة بغداد اللي جعلها مركز للخلافة العباسية. طيب بيقول لك إنشاء الخليفة عمر بن الخطاب الدواوين. ليه أو بما تفسر أنشأ عمر بن الخطاب الدواوين؟ هقوله ده طبعا بسبب اتساع الدولة الإسلامية، وكمان بسبب كثرة الأمور المتعلقة بالدولة في مختلف المجالات بقى سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، عشان كده قرر ينشئ الدواوين. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. أدخل نظام التجنيد الإجباري في عصر الخلفاء الراشدين. هل الخلفاء الراشدين هم اللي أدخلوا نظام التجنيد وخلوه إجباري؟ لا طبعا غلط. أمال مين؟ ادخل إجباريا في عهد الأمويين والعباسيين. طيب السؤال التاني بيقول لك طرد الملك الصالح نجم الدين أيوب الصليبيين من دمياط، صح ولا غلط؟ نركز، بيقول لك طرد الملك الصالح نجم الدين أيوب. لا، اللي طردهم من دمياط كان مين؟ كان الملك الكامل. برافو عليكم، ده سؤال بين السطور. طيب انتهت الدولة الأيوبية بمقتل توران شاه، صح ولا غلط؟ هقوله طبعا صح، لأنه كان آخر سلاطين الدولة الأيوبية. طيب أدخل معاوية ابن أبي سفيان نظام الوراثة في الحكم، صح ولا غلط؟
هقول له طبعا صح، اللي أدخل نظام الوراثة في الحكم هو معاوية ابن أبي سفيان. طيب تميزت أوروبا في العصور الوسطى بالعلم والحضارة؟ لا غلط، ده الحضارة الإسلامية هي اللي تميزت بالعلم والحضارة، أما أوروبا فكانت بتعاني من الجهل والتخلف. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتية؟ عرب الدواوين وضرب العملة الإسلامية. ده كان مين؟ ده كان طبعا عبد الملك بن مروان. طيب انتصر على المماليك في معركة مرج دابق بالشام. اللي انتصر على المماليك في المعركة دي كان اسمه السلطان سليم الأول. طيب أقام نهضة عمرانية لم يشهدها عهد أي من السلاطين المماليك. مين؟ فكروا شوية. اللي عمل نهضة عمرانية في العصر المماليك ده كان اسمه الناصر محمد بن قلاوون. طيب القائد الفاطمي الذي أسس مدينة القاهرة، طبعا القائد ده كان اسمه جوهر الصقلي. طب مين اللي أحيا الخلافة العباسية في القاهرة عام 659 هجرية؟ ده كان اسمه الظاهر بيبرس. طب هنتنقل دلوقتي يا شباب لمجموعة أسئلة تانية بتقولك ما النتائج المترتبة على عقد صلح الرملة بين صلاح الدين وملك انجلترا؟ ايه اللي ترتب على صلح الرملة؟ هقول له 3 حاجات. اول حاجة بقاء بيت المقدس في ايدي المسلمين، وبقاء بعض المدن الساحلية على البحر المتوسط في يد الصليبيين، وكمان السماح للمسيحيين اللي موجودين في اوروبا بالحج الى بيت المقدس. طب السؤال التاني بيقولك ما النتائج المترتبة على دخول المغول بغداد عام 656؟ لما المغول دخلوا بغداد عملوا ايه؟ قال له اول حاجة قتل الخليفة العباسي المستعصم واسقطت الخلافة العباسية. تاني حاجة تم تخريب البلاد وقتل الآلاف من الرجال والنساء وسلب الأموال. تالت حاجة هدم المساجد وقتل العلماء وحرق طبعا الكتب وإلقاء ما تبقى منها في نهر ايه؟ في نهر دجلة. طيب بعد كده معانا فقرة مهمة جدا بتقولك لقد استطاعت الحضارة الإسلامية أن تقدم للعالم حضارة أفادت البشرية في مختلف المجالات. في ضوء العبارة السابقة حدد 2 فقط من الصناعات التي برع فيها المسلمين. هقوله طبعا عندنا كان في صناعات فخارية اللي من أمثلتها الأواني الفخارية طبعا، وكان موجود صناعات معدنية زي الأواني والأسلحة. ممكن أزود لو عايز، عندنا صناعات تانية كتيرة زي الصناعات الخشبية والزجاجية والكيميائية. طيب بقول لك دلل على اهتمام المسلمين بالزراعة. ايه دليلك ان المسلمين كانوا مهتمين جدا بمجال الزراعة؟ هقول له ايوه طبعا، حيث عملوا ايه؟ شقوا الترع والقنوات واقاموا الجسور، وكمان قاموا باصلاح الاراضي الزراعية، مما ادى طبعا لزيادة جودة الاراضي الزراعية وزيادة انتاجها. طب بقول لك اذكر المقصود بكلمة الموالي. هقول له طبعا هم ايه؟ يعني ايه الموالي؟ هم الذين دخلوا الاسلام من غير العرب من بلدان مختلفة زي صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. طيب اخر سؤال بقى معانا النهاردة بيقول لك اذكر اهم تحديات المشاركة التطوعية وكيف يمكن تذليلها. سؤال مهم جدا. تحديات المشاركة التطوعية ايه يا شباب؟ بتتمثل طبعا في ضعف الوعي بأهمية العمل التطوعي، وقلة الخبرة والمعرفة بالعمل التطوعي، وكمان الخوف من تأثير العمل التطوعي على الدراسة. وأخيرا من أهم التحديات برضه هي اختيار أفراد غير مؤمنين بالعمل التطوعي. طيب وإزاي أبدأ أذلل أو أحل المشاكل دي؟ هبدأ أنشر الوعي بأهمية المشاركة التطوعية، ولازم يتم تدريب المتطوعين، وكمان تنظيم الوقت، وأخيرا حسن اختيار المتطوعين. طبعا هو سؤال الخريطة. زي ما انتم شايفين دي خريطة للوطن العربي، عايزين نعرف الأرقام اللي عليها بتشير إلى إيه. رقم 1 ده المحيط إيه؟ ده طبعا المحيط الهندي، برافو عليكم. طيب رقم 2 بيقولك دولة غنية بالثروة البشرية. سؤال سهل جدا، دي طبعا دولة مصر. طيب أولى الدول العربية إنتاجا للنحاس، سؤال مشهور جدا وبيتكرر كتير، دي طبعا المغرب، برافو عليكم. طب رقم 4 دولة منتجة للغاز الطبيعي، هنا كده دي طبعا دولة السعودية. رقم 5 دولة بها تربية الإبل، دي طبعا دولة السودان. هنتنقل دلوقتي يا شباب لمجموعة أسئلة تانية بتقولك اختار الإجابة الصحيحة. تعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي على إيه؟ على المياه الجوفية ولا الأمطار ولا الأنهار ولا البحيرات؟
طبعا معظم الزراعة في الوطن العربي بتعتمد على الأمطار. تستطيع دول الخليج العربي استكمال ما ينقصها من أيدي عاملة من خلال دولة إيه بقى؟ سوريا ولا ليبيا ولا جيبوتي ولا الجزائر؟ احنا قلنا إن من الدول العربية اللي عندها ثروة بشرية هي مصر وسوريا ولبنان، وهنا عندي سوريا يبقى هختار رقم 1 سوريا. تتفوق مصر على غيرها من الدول العربية في إنتاج محصول إيه؟ يا ترى التمر ولا الموالح ولا القمح ولا البن؟ طبعا مصر تتفوق على الدول العربية في إنتاجها للقمح. من أمثلة السياحة العلمية والثقافية، يا ترى زيارة إيه بقى؟ الأماكن التاريخية ولا الصحاري ولا الأماكن الدينية ولا الشواطئ؟ بيقول لك علمية وثقافية، يبقى له زيارة الأماكن التاريخية اللي جاب رقم 1. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. تشابه الإنتاج في الدول العربية عمل على ضعف التبادل التجاري العربي، صح ولا غلط؟ هقوله طبعا صح جدا. طب بيقول لك يدخل الفوسفات في صناعة أسلاك التليفون، هل الفوسفات هو اللي بيدخل في صناعة أسلاك التليفون؟ هقول له غلط، ده النحاس اللي بيدخل في صناعة أسلاك التليفون. طب الفوسفات بيدخل في صناعة إيه؟ ممكن أقول له مثلا الأسمدة. طيب زيارة المسجد الأقصى من أنواع السياحة الثقافية، صح ولا غلط؟ هقول له لا غلط، زيارة المسجد الأقصى من أنواع السياحة الدينية. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقول لك صنف مصدر الري الذي تعتمد عليه كل منطقة مما يأتي. الأجزاء الشمالية للوطن العربي دي بتعتمد في الزراعة على إيه؟ بتعتمد طبعا مصدر الري فيها على الأمطار. طب جنوب موريتانيا برضو على الأمطار. شايفك يا اللي عملت حل وما عملتش لايك للفيديو، انزل دلوقتي ادعمنا بلايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة. طب رقم 3، السهول الفيضية في مصر والسودان بتعتمد على ايه؟ بتعتمد طبعا على الأنهار وتحديدا نهر النيل. طب واحة الدخلة في مصر بتعتمد على ايه في الري؟ بتعتمد على المياه الجوفية. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما العلاقة بين كل من المياه ومحصول الأرز؟ ايه العلاقة بين المية والأرز؟ هقوله طبعا ان المياه ضرورية لزراعة الأرز وبتعتبر أحد أهم الظروف الملائمة لزراعته، زي ما بيحصل كده في مصر والعراق. بعد كده معانا يا شباب مجموعة أسئلة في الجغرافيا بتقول لك أكمل العبارات الآتية. تحتل العراق المركز الأول عربيا في إنتاج إيه؟ العراق بتحتل المركز الأول في إنتاج التمر، سؤال مهم جدا. طب يدخل نقط في صناعة الصلب ومواد الطلاء، بيدخل المنجنيز. طيب تتركز تربية نقط في دولتي مصر والعراق، مصر والعراق بتركز فيهم تربية الجاموس. يقصد بالصادرات في الوطن العربي، يعني ايه تعريف الصادرات؟ هقول له الصادرات دي هي السلع والمنتجات والخدمات التي تبيعها الدول العربية للدول الأخرى. طيب هنتنقل دلوقتي يا شباب لمجموعة أسئلة تانية مهمة جدا، وهي أسئلة بما تفسر. بيقول لك تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي، ليه أو بما تفسر المحاصيل الزراعية متنوعة في وطننا العربي؟ هقول له ببساطة ده بيرجع لتنوع المناخ في الوطن العربي. طب السؤال التاني، للصناعة أهمية كبيرة في الوطن العربي، بما تفسر؟ هقول له الصناعة مهمة لأنها بتسد حاجات السكان من المواد المختلفة، وبتعمل على زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع طبعا، وبتوفر فرص عمل للشباب في المصانع، وأخيرا بتعمل على زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائض للخارج. طب بما تفسر تعدد أنواع السياحة في الوطن العربي، ليه في أنواع متعددة من السياحة في الوطن العربي؟ هقول ده طبعا بسبب تنوع مقومات الجذب السياحي، فعندنا مقومات طبيعية ومقومات بشرية. طب مقومات طبيعية زي ايه؟ قلنا زي الموقع المتميز والمناخ المتنوع وكمان الطبيعة الخلابة. وبشرية زي المعالم الأثرية وتوافر الفنادق والقرى السياحية وتوافر وسائل النقل والمواصلات والاتصالات، وكمان توافر الأمن والأمان ومظاهر الحضارة الحديثة والتقدم. طب السؤال الرابع بيقول لك بما تفسر الأغنام أكثر انتشارا في الوطن العربي، ليه بتعتبر الأغنام هي أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي؟ هل ببساطة بسبب فقر المراعي في وطننا العربي. آخر سؤال بقى معانا في الجغرافيا قبل ما نتنقل على أسئلة التاريخ بيقول لك ما هي مقترحاتك لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي؟ سؤال مهم جدا. إيه هي مقترحاتك عشان ننمي الثروة السمكية؟ هقول والله ممكن ننمي الثروة السمكية من خلال تدريب الصيادين على استخدام أساليب تكنولوجية حديثة في الصيد، وتوعيتهم طبعا بمواعيد الصيد المناسبة.
وكمان من خلال تحسين أحوال الصيادين ورفع مستوى معيشتهم، وحماية طبعا المياه من التلوث اللي بيؤدي لقتل الأسماك. بس كده لا، وكمان الاهتمام ببناء الأساطيل المجهزة لحفظ ونقل الأسماك، والتوسع في إنشاء المزارع السمكية. كل دي عوامل تقدر تساعدنا في تنمية الثروة السمكية. هنتنقل دلوقتي يا شباب لمجموعة أسئلة خاصة بالتاريخ، وأول مجموعة أسئلة بتقولك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. يقصد بالخراج مبلغ من المال كان يؤخذ من أهل الذمة. هل الخراج هو اللي بيؤخذ من أهل الذمة؟ طبعا غلط. اللي كان بيؤخذ من أهل الذمة بنسميه إيه؟ بنسميه الجزية. طب يعتبر الحسن بن الهيثم هو مؤسس علم الجبر، صح ولا غلط؟ لا غلط. امال مين اللي اسس علم الجبر؟ ده كان اسمه محمد بن موسى الخوارزمي. امال الحسن بن الهيثم عمل ايه؟ ده اسس علم البصريات. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ادخل معاوية ابن ابي سفيان نظام الوراثة في الحكم، صح ولا غلط؟ اقول له طبعا صح، هو اللي ادخل نظام الوراثة في الحكم. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك تعطى الحرية الفكرية للفرد الحق في أن يعتنق ما يشاء من الأديان. هل الحرية الفكرية هي اللي بتعطي الحق للفرد أنه يعتنق الأديان ما يشاء؟ لا، دي مش غلط. أقول له الحرية دي إيه؟ بنسميها إيه؟ الحرية الدينية مش الفكرية. طب بيقول لك أدخل نظام التجنيد الإجباري في عصر الخلفاء الراشدين، صح ولا غلط؟ نفكر شوية. لا، التجنيد الإجباري ما كانش في عصر الخلفاء الراشدين، ده كان في عهد مين؟ الأمويين والعباسيين. طيب تعد مساعدة الأصدقاء في فهم الدروس من أعمال المشاركة التطوعية، صح ولا غلط؟ لما بتساعد أصدقائك في فهم الدروس ده بيعتبر عمل تطوعي؟ أقول له طبعا صح جدا. بعد كده معانا سؤال بيقول لك رتب الأحداث التاريخية الآتية من الأقدم إلى الأحدث. معانا بعض الأحداث زي ما انتم شايفين كده، عايزين بقى نرتبها من الأقدم إلى الأحدث. نبص على الأحداث كويس. طبعا أول حدث في دول هو تعريب الدواوين، لأنه حدث فين؟ الحدث في عصر الدولة الأموية. طب تاني حدث هنختار إيه؟ هيبقى بعده في الدولة العباسية، اللي هو بناء مدينة بغداد على يد أبو جعفر المنصور. طب تالت حدث كان إيه؟ كان طبعا قيام الدولة الفاطمية. رابع حدث كان عقد صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد. طب الخامس طبعا كان عين جالوت بين المسلمين بقيادة سيف الدين قطز والمغول. وأخيرا طبعا رقم 6 الفتح العثماني لمصر. هنتنقل دلوقتي يا شباب لمجموعة أسئلة تانية بتقولك إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتية. أول قاضي في الإسلام كان مين؟ كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من أشهر علماء المسلمين في الجغرافيا؟ ده كان الإدريسي. طب رقم 3 تصدى للحملة الصليبية التانية، كان اسمه إيه؟ نفتكر يا شباب، كان اسمه طبعا نور الدين محمود. طب غزا بغداد وأسقط الخلافة العباسية، ده كان طبعا هولاكو. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية. 1 تسامح ورحمة صلاح الدين مع أهل بيت المقدس. إيه دليلك إن صلاح الدين كان متسامح مع أهل بيت المقدس؟ هقول له أيوة طبعا، حيث عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وكمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. طيب السؤال التاني بيقول لك اهتم الإسلام منذ اللحظة الأولى بالعلم. إيه دليلك إن الإسلام كان مهتم بالعلم منذ اللحظة الأولى؟ هقول له أيوة طبعا، حيث كانت أول كلمة في القرآن هي اقرأ، مما يدل على أن الإسلام دعا إلى البحث والدراسة والمعرفة والتأمل في خلق الله وكل العلوم الدينية والكونية. طيب مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده بتقول لك ما النتائج المترتبة على أمانة وسماحة التجار المسلمين؟ لما التجار المسلمين كانوا متسامحين وأمناء في التجارة، ده ترتب عليه إيه؟ هقول له ده طبعا أدى إلى دخول كثير من الناس في الإسلام، وكمان ممكن أقول له أدى إلى ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية. طب ما النتائج المترتبة على مجيء المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر؟ هقول طبعا ده بكده أصبحت مصر منذ وصوله دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. بعد كده يا شباب معانا عبارة بتقولك استطاع المماليك تثبيت حكمهم في مصر. في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. 1 بما تفسر تدهور أحوال دولة المماليك الاقتصادية. ليه؟
هقول له ده طبعا كان بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، فتحول طريق التجارة بين الشرق والغرب إليه بدلا من مصر، مما أدى طبعا لتدهور المماليك اقتصاديا. طب السؤال التاني بيقول لك ما اسم الموقعتين التي دارتا بين المماليك والعثمانيين؟ المعركتين دول كان اسمهم ايه؟ هما طبعا مرج ضابق في الشام والريدينية في مصر. آخر سؤال معانا النهاردة بيقول لك كان لمصر مكانة علمية وثقافية متميزة في عصر المماليك، وضح ذلك. هقول له أيوة طبعا، حيث اهتم المماليك بالعلم والعلماء، وكان للعلماء في عهدهم مكانة كبيرة جدا. وأنشأ المماليك المدارس زي المدرسة الناصرية اللي بناها الناصر محمد بن قلاوون، وكمان أنشأوا المساجد زي مسجد الظاهر بيبرس، واهتموا بالطب جدا وأنشأوا العديد من المستشفيات اللي كان اسمها في عصر المماليك البيمارستان، زي كده البيمارستان اللي بناه السلطان قلاوون المنصوري. وبما انك من الابطال اللي كملت الفيديو للنهاية، احب اقول لك بص دلوقتي على اول تعليق مثبت في اسفل الفيديو ده او في صندوق الوصف، هتلاقي رابط مراجعة ليلة الامتحان في الجغرافيا والتاريخ. لازم تشوفهم لانهم حرفيا لن يخرج عنهم الامتحان. وكمان لو انت عندك مشكلة في ازاي تحل سؤال الخريطة، هتلاقي رابط لفيديو هيسهل عليك جدا حلها في الامتحان. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.